احنا النهارده هنتكلم عن واحد من اغرب الشخصيات اللي عدت في تاريخ الشعر المصري. راجل لو حاولت تحط له عنوان واحد مش هتعرف، شاعر ولا سائر ولا مشاغب ولا صوت الناس اللي محدش كان سامعهم. يا مسهل الحال يا رب. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثالثه من برنامج الأدباتي. الراجل ده اسمه احمد فؤاد نجم، واللي السادات نفسه قال عليه الشاعر البذيء. بس يا ترى ايه الحكايه؟ تعال نعرف مع بعض. أحمد فؤاد محمد عزت نجم اتولد يوم 22 مايو سنة 1922 في عزبة اسمها أبو نجم في أبو حماد بالشرقية، والمفارقة إن شكله طول عمره يوحي إنه طالع من فقر شديد، لكن الحقيقة إن عيلة نجم من أكبر عائلات الشرقية، والعزبة نفسها كانت متسمية على اسم العيلة، وأبوه كمان كان ضابط بوليس. لكن الحياة ما مشيتش خالص بالشكل اللي ممكن تتخيله. أول ما اتولدت معاه أخته التوأم فاطمة، بس هي نزلت ميتة، ومن ساعتها أمه فضلت طول عمرها تعايره وتقول له يا فقري، يمكن لأنها كانت شايفة إن اليوم ده كان بداية الشقة ليها. الست دي أصلا كانت مخلفة 13 مرة، منهم 4 توائم، يعني جابت 17 طفل، مات منهم 11 وفضل 6 بس، وأكبرهم كان أخوه علي عزت. لكن المشكلة الحقيقية كانت لما الأب نفسه وهو محمد أفندي قرر إنه يعيش حياته بالطول والعرض. راجل هلاس بيحب السهر والستات، وضيع كل الورث اللي عنده لحد ما مات سنة 1935، وساب مراته و5 عيال على الحديدة. وهنا ظهر في الحكاية خالهم حسين، واللي قال لأمه الولد ده شقي ومش هتعرفي تربيه، أنا هاخده معايا الزقازيق يتعلم، ولما يكبر هجوزه بنتي عفاف. طب وعفاف ذنبها ايه يا عم حسين؟ المهم أخده معاه، وبدل ما يدخله مدرسة رماه في ملجأ أيتام. يلا يا بلاش من اهدى بلا خلو بلا الغريبة بقى إن الملجأ كان فيه حاجة مميزة، وهو إنه كان بيعلمهم الموسيقى وصنعة تنفعهم. في بعض المصادر بتقول إن نفس اليوم اللي دخل فيه نجم الملجأ دخل معاه طفل صغير اسمه عبد الحليم شبانة. أيوة هو عبد الحليم حافظ بنفسه. يعني ببساطة كده أحمد فؤاد نجم وعبد الحليم حافظ كانوا مع بعض في نفس الملجأ، وخرجوا منه تقريبا في نفس الوقت. بس نجم خرج من هناك بعد ما قعد 9 سنين، لا تعليم ولا صنعة ولا أي حاجة، زي ما دخل زي ما خرج. وقعد بعدها يتنطط بين شغلانة وشغلانة لحد سنة 1951 لما أخوه أخده يشتغل معاه في معسكرات الإنجليز في القناة، وأقنعه إنها شغلانة سهلة وفلوسها حلوة. عمك نجم مسد، وكان المكان ده بداية التحول الحقيقي في حياته. هناك شاف لأول مرة المقاومة الشعبية والفدائيين والتنظيمات السرية، وكمان أهاوي الشيوعيين وأهاوي الإخوان، وزي ما تقول كده لقى نفسه في قلب الدنيا دي، بقى عصفورة الفدائيين جوه المعسكر. بل وصل به الحال كمان إنه دخل صحفيين صوروا جوه المعسكر، ومن سوء حظه ولأنه فقري زي ما أمه كانت بتقول ظهرت صوره في الجرايد. المصور كان مصور نجم نفسه معاهم، والصورة نزلت في الجورنال واتفضح وهرب طبعا، فقري يعني. بس الغريبة إن الحكومة بعدها شغلته عندها عامل في السكة الحديد، وهنا بدأت أول قصة حب في حياته. بنت اسمها نوال حبها وكان عايز يتجوزها، بس ما كانش معاه ولا مليم، لحد ما ظهر له صاحب سوق ودلده على شغلانة يطلعوا منها بقرشين حلوين. قال له هتمضي لي شوية استمارات قماش باسم العمال ونبيع القماش. ولو ما تعرفوش حكاية القماش دي، فالسكة الحديد كانت بتصرف زمان لموظفيها قماش في الأعياد يعملوا منه كسوة، وعملوا عملتهم فعلا، مش مرة ولا 2، دي 3 مرات، وطلع نصيب نجم لوحده حوالي 90 جنيه. ده كان رقم كبير وقتها، لكن عشان هو فقري وهو رايح لصاحبه لقى البوليس مستنيه. دخل القسم ولقى صاحبه متعلق هناك، فاعترف واتحكم عليه ب3 سنين سجن. الغريبة ان نجم نفسه كان بيقول في مذكراته ان السجن هو اللي عمل احمد فؤاد نجم. في السجن نجم بدأ يكتب شعر ويتهكم على كل حاجة حواليه، لحد ما إدارة السجن نفسها سمعت عنه. والغريبة إنهم اهتموا بزيادة وبقوا يعملوا له ندوة شعرية جوه السجن كل أسبوع، وبعدها كمان اقترحوا عليه إنه يشارك في مسابقة أو في مشروع الكتاب الأول لاكتشاف المواهب، فقدم وكسب. في 11 مايو سنة 1962 خرج نجم من السجن، بس ما خرجش وهو سوابق، خرج وهو شاعر الناس بدأت تتكلم عنه، وكمان جريدة الأهرام كتبت عنه. بعدها حصل اللقاء اللي غير تاريخ الأغنية السياسية في مصر. واحد صاحبه قابله وقال له تعالى أعرفك على مغني كفيف بس صوته حلو جدا. راح معاه وقابل فعلا الشيخ إمام، وأول ما سمعه قال له أنا مش متحرك من هنا،
أنا لازالك. ومن هنا بدأت واحدة من أهم الثنائيات في تاريخ الفن المصري، نجم يكتب والشيخ إمام يلحن ويغني، وكل ده كان بيتم في بيت الشيخ إمام في حوش آدم في الحسين، بقى ملتقى للفنانين والمثقفين وكمان الحشاشين، لحد ما حصلت نكسة سنة 1967. وساعتها نجم كتب قصايد عبرت عن القهر والظلم اللي حاسين بيه وقتها، زي قصيدة بقرة حاحة وقصيدة الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا يا محلى رجعت ظباطنا من خط النار. ودي جمال عبد الناصر لما سمعها قال العيال دول مش هيشوفوا الشمس تاني. ومن يومها نجم بقى صوت المعارضة، اتحبس كتير واتهاجم كتير لدرجة ان السادات سماه الشاعر البذيء، لكن الحقيقة ان كل ما كانوا بيحبسوه كان صوته بيعلى وبيكبر اكتر. اتحبس بعد كده في قضايا كتير، انتفاضة 1977، قصيدة بيان هام، اعتقالات سبتمبر 81، وكان دايما أول اسم في قوائم المعتقلين. لكن بالرغم من السجون فضل يكتب وكتب أغاني وتترات مسلسلات كمان، زي يا بويا مصر وزيزينيا وحضرة المتهم أبي وغيرهم كتير. وفي سنة 2007 اختارته الأمم المتحدة سفيرا للفقراء، وفي 2008 اختاروا الجمهور أفضل شاعر عامية عربي. لكن المفارقة المؤلمة إنه سنة 2013 كسب واحدة من أهم الجوائز الأدبية في العالم، جايزة الأمير كلاوس. لكن قبل ما يستلمها توفى في 3 ديسمبر 2013 ومات أحمد فؤاد نجم. وفي الحقيقة في شعراء كتير كتبوا شعر، لكن قليل جدا اللي قدروا يبقوا صوت الناس، ونجم كان من القليلين دول. بس خلاص، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير، فولو، سبسكرايب وتفعل زر الجرس. أنا عبد الرحمن حبشي وده برنامج الأدبي. سلام.